دي فلاشة بس مش زي أي فلاشة أنت شُفتها في حياتك قبل كده. لو تفتكروا دايمًا إن أنا باعمل لكم شرح عن إزاي تنزّل نظام فونكس ونظام برايم والأنظمة بتاعة الأندرويد على فلاشة وتشغّلها على الكمبيوتر بتاعك. فالفلاشة دي بتعمل نفس اللي أنا كنت باشرحه، لكن دي مش فلاشة عادية، فلاشة فيها نظام أندرويد، فيها بروسيسور، فيها رام، فيها مساحة تخزين، يعني دي كده تقدر تقول إنها موبايل تاني مع موبايلك أو على الكمبيوتر بتاعك. لو أنت حابب تشغّلها على الكمبيوتر هتشتغل بدون أي مشاكل. هي عمومًا حاجة مخصصة عشان تحمي خصوصيتك، سواء أنت عايز تفتح حاجة مش واثق فيها بتفتحها على الفلاشة دي، أو عايز تستخدمها في استخدامات تانية كتخزين، عايز تستخدمها كموبايل تاني قصاد موبايلك، لأن هي بتتوصّل في الموبايل، فهتقدر برضه إن أنت تعمل حاجة زي كده. عايز تستخدمها على كمبيوتر، مش هتقول لك لأ، هتستخدمها عادي وهتفتح لك موبايل موجود على الكمبيوتر بتاعك بنظام أندرويد اسمه plugOS. وخُد بقى التقيلة إن هي بتشتغل على الأيفون كمان، يعني أنا فلاشة زي دي هاوصّلها في الأيفون هيفتح لك موبايل تاني بنظام أندرويد على موبايلك اللي هو الأيفون. فإحنا النهارده هنعمل لها unboxing ونشوف العلبة موجود فيها إيه، وهاقول لكم رأيي فيها، وهنجرّب فيها حاجات تانية، ونجرّب كمان ألعاب عليها لو حابين نلعب، عشان نشوف هل الألعاب هتشتغل كويس والّا لأ. سيبنا بقى من الكلام ده كله ونروح نفتح العلبة ونشوف إيه اللي موجود فيها. فاضغطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وما تنسوش تصلّوا على النبي، ويالّا بينا نبدأ بالunboxing. نبدأ نفتح علبتنا الجميلة. في الضهر هتلاقي بيانات عن الفلاشة، سواء الموديل بتاعها أو حجمها كام. النسخة اللي معانا حاليًا نسخة ال128 جيجا، وزي ما قُلت لك هي مش مساحة تخزين بس، دي فيها كمبيوتر كامل بنظام أندرويد، وكمان عليها ضمان 12 شهر، يعني ضمان سنة. خلّينا نفتح العلبة ونشوف محتوياتها بتقول إيه. خلّي دي هنا كده. ده كده شكل الفلاشة. طبعا في اكتر من لون، هو عموما اللون مش هيفرق في حاجة، كلهم واحد وكلهم بيقدموا نفس الحاجة. خلينا اكلمك عن مواصفاتها سريعا كده. النسخة اللي معايا المعالج اللي فيها اللي هو البروسيسور ميديا تك هيليو جي 80 ثماني النواة. نظام التشغيل اللي موجود فيها اسمه بلاج او اس، مبني على نظام اندرويد 14، وكمان فيها رامات 4 جيجا. يعني زي ما قلت لك بروسيسور ورامات ومساحة تخزين، لان ده جهاز كامل في قلب الفلاشة دي. بالنسبة لمدخل تشغيل الفلاشة تايب سي بسرعة 480 ميجا بت في الثانية. هيكل الفلاشة بالكامل من الألمونيوم، ده طبعا عشان الحرارة، لأن هي بتسخن. يعني فلاشة صغيرة بحجم يعني أصغر من صباعي حتى، وفي قلبها بروسيسور ورام ونظام أندرويد، يعني كمبيوتر كامل من الآخر، فأكيد إنها هتسخن وحرارتها هتزيد. يعني وزنها مش تقيل، وزنها 14 جرام، بتشتغل على الكمبيوتر وعلى الموبايل. خلينا نشوف باقي محتويات العلبة. خلي دول دلوقتي كتيب تعليمات. زي ما موضح هنا كده عندنا اكتر من نسخه. النسخه اللي معايا البي اس 01 4 جيجا رام مساحه 128 جيجا، 6 جيجا رام مساحه 256 جيجا. طبعا كتاب التعليمات مش محتاجينه، لان انا خلاص انا بقيت فاهم فيها كل حاجه. بعد كده عندنا هنا ده الضمان، لان زي ما قلت لك ضمان 12 شهر، ودي مهمه جدا اوعى تضيعها، لان ده الباركود ده مهم ان انت هتضيف فيها الفلاشه في البرنامج اللي هنستخدمه. هتعرف دلوقتي هنستخدمها في ايه. نيجي لباقي الحاجه. عندك الوصله دي برضه هقول لك استخداماتها ايه عشان اجربها قدامكم. اما بالنسبه لده انا بصراحه كنت فاكر ان هو كفر، لكن ده طلع مشتت حراري، عشان زي ما قلت لك الفلاشة دي بتسخن وحرارتها بتزيد، فأكيد أنت مش هتعرف تمسك الجهاز وفي حاجة سخنة على إيدك يعني. فبنيجي الفلاشة زي ما أنت شايف كده، بنركب المشتت ده عليها بالشكل ده كده، وتضغط جامد، وكمان هنركب ده كده. بس كده الفلاشة أصبحت جاهزة معانا إن احنا نوصلها في الموبايل. في الأول خلينا أوريك استخدامات التحويلة دي، وهي إن أنت بتركبها بالشكل ده كده، وبتركب بعد كده الفلاشة ده عشان هي ما تبقاش مضايقاك تحت، يعني فاهم قصدي، وبتكون معاك بالشكل ده. خلينا بقى نجرب الفلاشة لأول مرة ونشوف هي بتشتغل ازاي. مبدئيا سواء انت كنت هتستخدم كمبيوتر او هتستخدم موبايل بنظام اندرويد او هتستخدم ايفون او هتستخدم الماك، فانت محتاج تدخل للمتجر بتاع جوجل بلاي في الاندرويد وتكتب في البحث بلاج او اس، تمام، اللي هي الكلمة المكتوبة على الكرتونة. هتدخل عليها، بتحمل البرنامج ده وبتفتحه، بيفتح بالشكل اللي قدامك ده. فكل عليك هتيجي توصل الفلاشة بس بالشكل ده كده. هيظهر لك اختيارات، اختار بلاج او اس اللي هو
البرنامج اللي احنا نزلناه. بعد كده بتضغط على added new device، وبعدين هتيجي على added with product key اللي هو الكود، وده اللي هو الكود اللي موجود في الورقه هنا اللي انا قلت لك عليه ان ده لازم يكون معاك عشان تقدر ان انت تستخدمها. فبتيجي تضغط على العلامه بتاعه الباركود اللي هنا دي، وبتجيب الباركود على الكاميرا، هيبدا تلقائيا يظهر لك البيانات. هتيجي تضغط على confirm، وبعدين بيطلب منك تدخل اسم للجهاز، فممكن تخليها بلاج ميت عادي زي ما انت عايز، وتضغط على done. كده الفلاشه اتضافت معانا وتعمل لها كونكتد، يعني هي كده خلاص شغاله. حاليا انت مطلوب منك تديها صلاحيات، كل الصلاحيات اللي قدامك دي المفروض ان انت توافق عليها، والصلاحيات دي مش هتاخد اي حاجه من ملفاتك، يعني انت ملفاتك كلها في امان. انا هنا ليه بديها صلاحيات؟ بديها صلاحيات مثلا للصوت، وبديها صلاحيات للكليب بورد عشان لو انا ناسخ كلام ولا حاجه، وبديها برضو صلاحيات للملفات عشان لو انا عايز انقل حاجه من الايباد للفلاشه، تمام، انقل بيانات، يعني انقل صور، انقل فيديوهات، اي حاجه. فانا المفروض هنا بضغط على شيرد فولدر، وبحدد اي فولدر في قلب الايباد بتاعي او التليفون، واعمل استخدام هذا المجلد. ده كده هيبقى مجلد الشير للملفات، لنقل الملفات بين الفلاشه والايباد بتاعي. فانت حدد اي فولدر انت عايزه، حتى لو انت عايز تعمل فولدر جديد براحتك انت. بعد كده هتيجي تضغط على انتر عشان نفتح الفلاشه بتاعتنا لاول مره. طبعا هتعتبر ان انت بتفتح موبايل بنظام اندرويد، زي ما قلت لك انت هنا شغال بنظام تاني غير موبايلك العادي. يعني لو انا سحبت كده، ده كده الموبايل العادي بتاعي، وده كده الموبايل اللي موجود في الفلاشه. هنيجي نختار اللغه، انا هنا هختار اللغه العربيه. طبعا اللغه العربيه يعني موجوده فيها عادي. هنعمل التالي، بنحدد برضو التاريخ والتوقيت، لكن انا مش هعدل حاجه لان هناخد وقت. هنضغط على التالي. لازم تحط حمايه، سواء بقى نقش، رقم تعريف، كلمه مرور، فهنختار النقش ونضغط على التالي. هنا الشروط والقوانين، بنعلم علامه صح هنا كده ونضغط على اجري. فتح النظام زي ما انت شايف كده، نظام اندرويد كامل خالي من المشاكل، نظام محمي فيه جدار حمايه، فاير وول زي ما انت شايف كده. ملفاتك كلها في النظام ده ملهاش علاقه بملفاتك في التليفون بتاعك او في الكمبيوتر. يعني انا هنا حصل مشكله عندي في الموبايل بتاعي، الفلاشه بتاعتي محدش يقدر يخترقها، محدش يجي ينقل منها اي حاجه او يعمل فيها حاجه، لان ملفاتك كلها فيها متشفره. انا هنا عندي متجر جوجل بلاي، وتقدر تنزل من عليه اي حاجه، وتقدر ان انت تلغي خدمات جوجل بلاي. حاليا احنا شغلنا الفلاشه لاول مره، فالطبيعي ان احنا لو جينا نوصلها في الكمبيوتر مش هتطلب مننا اي بيانات، لان احنا شغلناها قبل كده. يعني انا لو نزلت برامج، ولكن مثلا هنسجل في جوجل بلاي، نسجل دخول، وبعد ما نسجل هنحمل مثلا الواتساب او التليجرام، اي برنامج. دلوقتي انا سجلت دخول في جوجل بلاي، هنبدا ان احنا نحمل مثلا تليجرام بالشكل ده كده. كل حاجه هنا هتشتغل. الحاجه الوحيده اللي انا مقلق منها هي موضوع الالعاب، ان احنا نلعب لعبه مثلا او حاجه، مش عارف هل هي هتبقى شغاله كويس ولا لا، بس هنعمل تجربه على اي لعبه عموما. احنا دلوقتي نزلنا التليجرام زي ما انت شايف كده. انا دلوقتي لو شلت الفلاشه دي وشغلتها مثلا على الكمبيوتر، كل البيانات اللي انت بتعملها بتبقى محفوظه وبتفضل موجوده عليها زي ما هي، كانك ما عملتش اي حاجه، هي كل حاجه زي ما هي كده. يعني انا مثلا هركبها في الكمبيوتر، هنلاقي برضو التليجرام موجود، هنلاقي كل حاجه موجوده. خلينا برضو نجرب حاجه زي كده واشرح لكم ازاي نشغلها على الكمبيوتر. لكن قبل ما تعمل اي حاجه لازم تطفي الفلاشه كانك بتطفي كمبيوتر. هتيجي على الكره اللي هنا دي وتضغط على باور، وبعدين تعمل شات داون. مجرد ما تخرج كده خلاص هي خرجت كده، نوت كونكتد، يعني خلاص انت تقدر ان انت تشيلها. هنفصل الفلاشه ونوصلها بقى في الكمبيوتر بتاعنا. طيب هتيجي تسالني انا اوصلها ازاي في الكمبيوتر وانا ما عنديش مدخل تايب سي؟ تقدر ان انت تشتري تحويله من تايب سي ليو اس بي وتوصلها في الكمبيوتر. حاليا كل اجهزه الكمبيوتر بتيجي، لو المذر بورد بتاعتك حديثه شويه، بتيجي بمدخل تايب سي. فلو انت ما عندكش تايب سي في المذر بورد بتاعتك، تقدر ان انت تجيب تحويله بتبقى فلاشه صغيره كده من تايب سي الى يو اس بي. هنيجي نوصل الفلاشه بتاعتنا بقى في الكمبيوتر. اتوصلت زي ما انت شايف كده. هنستنى لحد ما تقرأ على البرنامج، والبرنامج ده هتلاقيه متوفر على الموقع الرسمي للفلاشة نفسها. بعد كده هتظهر لك الفلاشة، بتضغط على Added Device، بتيجي ترجع تاني للورقة اللي فيها الباركود، وبتيجي تضغط هنا. الكاميرا اشتغلت زي ما انت شايف كده في البرنامج. فهنيجي نعمل كده عشان نمسح ال QR، مسح بالشكل اللي انت شايفه ده كده. هنبدأ نرجع الكاميرا تاني، تمام. بعد كده هنيجي نضغط على Confirm، بنحط اي اسم احنا عايزينه، والاسم الاساسي هيكون بلاج ميت لو انت ما كتبتش اسم. فانا مش هحط اسم، وهضغط فينش، وبعدين بنحط الباسورد اللي احنا عملناه في التليفون. هتبدأ الفلاشة تشتغل، وطبيعي ان الفلاشة تاخد وقت على ما تفتح، لان انت يعتبر بتشغل كمبيوتر لكن بنظام اندرويد. ما تنساش ان هي حجمها صغير وفيها بروسيسور ورام ومساحة تخزين. هي مش مجرد فلاشة بس ان انت تخزن فيها. انا ملاحظ ان هي سلسة على الكمبيوتر عن الموبايل. نفس البيانات موجودة. تليجرام اهو،
إحنا ما فيش حاجة اتحذفت. لو جيت أدخل مثلًا جوجل بلاي هالاقي برضه بياناتي، الحساب بتاعي مفتوح زي ما هو، كل حاجة مفتوحة. ده كده بالنسبة لطريقة تشغيلها على الكمبيوتر نفسه. نرجع تاني بقى للموبايل ونكمل شرحنا هناك. شغلنا الفلاشة على الايباد بتاعنا، هنيجي على بلاج او اس سيتنج. هنا اعدادات كاملة لنظام بلاج او اس. لو جينا هنا مثلا ندخل على تقنية المحاكاة الافتراضية، عندك جي بي اس لوكيشن. انا زي ما قلت لك انت هنا كل حاجة مختلفة عن موبايلك الاساسي، كل بياناتك في جهازك الاساسي ملهاش علاقة بهنا نهائي، حتى رقم موبايلك. يعني مثلا لو دخلنا على الاعدادات هنا، دي شركة اسمها تي موبايل، دي كده بيانات الموبايل، رقم التليفون، وتقدر ان انت تغير كل البيانات دي. عندك الفون نمبر اهو، اقدر اعمل موديفاي واغير بيانات الموبايل ده لرقم تاني. كل البيانات دي بتتغير وانت براحتك، يعني تغيرها براحتك انت. طيب خلينا نبص كده بص على الجي بي اس لوكيشن. وتغيير الموقع هنا مش بيكون وهمي، يعني انا هنا بغير مكاني في الحقيقة. الموقع اللي انا هفتحه او التطبيق اللي انا هفتحه على الفلاشة دي يعني مش بيقرا المكان الحقيقي، فاهم قصدي؟ هنروح حاليا مثلا ندخل على جوجل ماب. ده كده المكان بتاعي اللي انا محدده. زي ما انتم شايفين انا في الصحراء، يعتبر في مصر. ده مكاني اهو في الصحراء. هنغير مكاننا دلوقتي، يعني انا ممكن اغير مكاني هنا في جرينلاند، جزيرة جرينلاند. هنغير المكان للجزيرة دي عن طريق الجي بي اس لوكيشن. عندك اختيارين، عندك هوست جي بي اس مود. الاختيار ده بيستخدم مكانك الحقيقي اللي هو متفعل على الموبايل بتاعك. يعني انا في مصر لو اخترت الاختيار ده هيجيب لي الجي بي اس الحقيقي. تمام. انا عايز اعمل جي بي اس تاني، احدد ان انا في مكان تاني غير المكان الحقيقي، فهختار الاختيار التاني وباجي على ماب، بختار واحد من دول. انا هختار جوجل ماب، هيفتح لي الخريطة. هنبدأ ان احنا نصغر كده. انا عايز ابقى على جرينلاند، الجزيرة دي. عايز انقل مكاني هناك. هنشوف اي مكان كده نحدده. انا اخترت هنا، هيظهر لي الاحداثيات. هضغط على ابلاي. الاحداثيات اللي انت اخترتها هتلاقيها ظهرت هنا. هتضغط على ابلاي هنا تاني، بيقول لك ان هي خلاص سكسسفول، يعني خلاص كده دي احداثياتك اتغيرت. لو انا جيت على جوجل ماب هنا بقى وضغطت هنا كده، حدد لي مكاني فين في البحر تقريبا، او ده جبل يا بحر. المهم ان انا مكاني اتغير اهو. يعني من شويه كنا احنا في مصر، اتنقلت انا من هنا لهنا. انا لو ضغطت هنا هيوديني فين؟ ده المكان اللي انا فيه، والمواقع والتطبيقات اللي انا بفتحها هتقرا ان انا في المكان ده في التلج اهو. كمان عن طريق النتورك انت تقدر تغير عنوان الماك بتاعك والاي بي والدي ان اس، تقدر تغير كل حاجه. نفترض ان الكيو ار كود اللي موجود في الورقه دي تم اختراقه، فانت تقدر تعمل كيو ار كود جديد. كل اللي عليك بتدخل على ديفايس وبتيجي على جنريت برودكت كي وبتعمل واحد جديد. اما بالنسبه للحمايه، فانت عندك هنا ان انت تقدر تدمر الفلاشه دي، بمعنى ان انت تمسح كل حاجه عليها، تمسح كل بياناتك لو هي اتسرقت او حصل اي حاجه. في طريقتين ان انت تمسح كل حاجه من على الفلاشه دي. الطريقه الاولى وهي ان انت تحدد لو دخلت الباسورد بتاعها كم مره من العدد اللي انت بتحدده بمزاجك انت. يعني انا مثلا لو اخترت 5، لو دخلت الباسورد 5 مرات خطأ كل حاجه على الفلاشه. اما بالنسبه للاختيار التاني، ده تقدر تستخدمه لو انت مثلا حد مثبتك وعايز ان هو ايه، يعني عايزك تفتح له الفلاشه دي بالاجبار، فانت تقدر تفعل الاختيار ده وبتحط نقش او باسورد براحتك انت، وبمجرد استخدامه بيتم حذف كل حاجه على الفلاشه نفسها. فاحنا هنا هنحط الباسورد الاساسي اللي احنا حاطينه للفلاشه نفسها اول ما جينا نستخدمها. بعد كده بيطلب منك باسورد جديد مختلف، لان كده الفلاشه هيبقى ليها باسوردين، واحد بتفتح منه الفلاشه والتاني من خلاله تقدر تحذف كل حاجه من على الفلاشه نفسها. انا مثلا هعمل الباسورد التاني بالشكل ده ونضغط على التالي ونأكد الباسورد برضو كده احنا عملناه. هنضغط على تأكيد. مجرد ما اصبحت باللون اخضر هنا خلاص كده هي اتفعلت. هنقفل الفلاشه من باور ونختار شات داون، كانك بتقفل الكمبيوتر بالظبط كده. خلاص طبعا لازم تعمل شات داون. هنيجي نسحب الفلاشه نفسها ونركبها تاني. هتبدا ان الفلاشه تشتغل طبيعي. طبعا انت الباسورد ده هتستخدمه لو حد مثلا بيهددك، عايزك ان انت تفتح له الفلاشه دي، لان انت في الاساس هي الفلاشه دي محميه من اي حاجه. فهنضغط انتر عشان نفتحها، واحنا هنا مش هندخل الباسورد الاساسي، هنحط الباسورد الخاص بالتدمير الذاتي اللي هو بيدمر الفلاشه كلها، يحذف كل حاجه عليها. خلاص كده كده الفلاشه دمرت نفسها، كل حاجه عليها اتحذفت حرفيا واتفصلت من الجهاز. هنيجي نضغط على ادد ونضيفها من اول وجديد ونشوف اذا كان الحاجات اللي كانت عليها اتحذفت فعلا ولا لا. وطبعا عشان نستخدم الجهاز هنرجع نحط الباركود تاني في التطبيق كاننا بنضيف جهاز جديد. بعد كده هنيجي نضغط على كونفيرم، بنحط اسم وبعدين نضغط على دون. هيبدأ ان هو يجمع الجهاز. طبعا اي بيانات هتتحذف لاستخدام ميزة التدمير الذاتي، كل حاجة بتتحذف ومش هتقدر ترجعها تاني. كده الفلاشة اتضافت. هنرجع نفتحها واحنا هنا بنعمل اعدادات جديدة للفلاشة من اول وجديد، كده كأنك بتفتح موبايل جديد. هنختار العربي ونرجع نفتحها من اول وجديد. الفلاشة فتحت. ولو فاكرين ان احنا كنا منزلين
تطبيقات على الفلاشة نفسها، كنا منزلين تليجرام وكنا منزلين واتساب وجوجل ماب، فحاليا هي جديدة مفيش أي إعدادات من اللي احنا كنا عملناها قبل كده. واتساب اتحذف، كل حاجة اتحذفت، تليجرام نفسه اتحذف. في ميزة كمان لازم ان انا اذكرها، وهي ان انا مثلا نفترض ان انا موبايلي الاساسي مخترق والشخص ده عايز ان هو يصور كل حاجة موجودة هنا او يعمل يعني ياخد لقطة شاشة للفلاشة. فانا هنا لو جيت اخد لقطة شاشة بيظهر لك ايه؟ بيقول لك ان لا يمكن التقاط الشاشه بسبب امان الخصوصيه. فانت هنا اي شخص هيحاول ان هو ياخد سكرين شوت للشاشه بتاعتك، لو انت جهازك الاساسي نفسه مخترق هو مش هيقدر ياخد حاجه، لان الفلاشه فيها نظام امان ممنوع فيه ان انت تاخد لقطه للشاشه. عندك برضو موجود هنا فاير وول، جدار حمايه، وبرضو خدمات جوجل تقدر ان انت تفعلها او تلغيها. يعني لو لغيناها بالشكل ده هنخرج بره هنلاقي جوجل بلاي اختفى زي ما انت شايف كده. طبعا الخرائط مش هتختفي، لازم انا اللي احذفها لان انا منزلها بنفسي. هي بس خدمات جوجل وجوجل بلاي هما اللي يختفوا. هنرجع تاني نضغط هنا هتلاقي جوجل بلاي نزل تاني زي ما شفت كده. جوجل بلاي ظهر اهو. النظام هنا ليه برامج خاصة بيه، جهات اتصال، هاتف، مراسلة، بريد كي 9. ده لو جيت فتحته ده تطبيق اندرويد مفتوح المصدر بيركز على الخاصية ومفيش فيه اعلانات. بصراحة انا جربت ان انا افتح فيه جيميل وفتح عادي بدون مشاكل، فاعتقد ان هو هيفتح اي بريد عموما. تقدر تفتح فيه البريد بتاعك وما تقلقش من اي حاجة. لو حابب تنزل برامج خارجية يا اما بتنزلها عن طريق جوجل بلاي او من ابس تدخل عليها وتديها صلاحية اشعارات. قائمة بلاج او اس في قلبها تطبيقات تبع النظام نفسه، قائمة جوجل في قلبها جوجل كروم، يوتيوب ميوزك، كل برامج جوجل اللي انت محتاجها. بعد كده قائمة البرامج المفتوحة المصدر، الأزر، دي البرامج اللي موجودة فيها. أي برامج بقى تانية أنت محتاجها ممكن تنزلها من جوجل بلاي أو من أي مكان خارجي عادي. نيجي بقى لتجربة أنا هموت وأجربها على الفلاشة دي وأعرف هي شغالة كويس ولا لأ، وهي إن إحنا هنجرب نشغل ألعاب. أنا مش هشغل لعبة كبيرة أوي، هشغل ألعاب عادية بس الجرافيك بتاعها هيكون يعني مقبول. اللعبة زي ما أنت شايف كده شغالة بدون أي مشاكل، حتى الصوت شغال. خلينا نروح على اللعبة التانية. طبعا دي العاب خفيفه اللي هي تشتغل على كل الموبايلات عموما. في حاجة أنا لاحظتها في الألعاب عموما، يعني أنا ملاحظ إن في زي ما يكون في نويز مع السرعة، فاهمني؟ يعني أنا دلوقتي لو الشاشة ثابتة بتكون الجودة جميلة جدا، جودة اللعبة جميلة جدا، الشاشة ثابتة أهي، الجودة مفيش أحسن من كده، بس مع الحركة تحس إن في نويز خفيفة كده بتكون موجودة. دي بقى ممكن هم يحلوها مع التحديثات لما ينزل تحديثات تانية للفلاشة دي، لكن كتعليق ولاجو كده هي شغالة تمام. أنا ما لاحظتش أي مشكلة فيها في الألعاب العادية. هي الفلاشة دي لها استخدامات تانية، ناس هتستخدمها في تخزين وفتح الملفات المهمة عليها، أو تجربتها مثلا في فتح حاجة مش موثوق فيها، لأن هنا في الفلاشة دي نسبة الأمان عالية، كل حاجة بتبقى متغيرة. وتجربتي للألعاب فيها أنا بجربها بس عشان أعرف أدائها عامل إيه مش أكتر، لكن اكيد محدش هيجيب حاجه زي كده ويلعب عليها. وفي النهايه قبل ما ننهي الفيديو، الفلاشه دي في الاساس هي معموله للامان، يعني لو انت عايز تخزن عليها حاجه، تفتح عليها حاجه شخصيه، وهي موجود فيها رقم تليفون وموجود فيها تغيير للموقع بتاعك، المكان اللي انت موجود فيه، وبياناتك كلها يعني تبقى بيانات وهميه. بمعنى ان انا لو سجلت على تليجرام او سجلت على الواتساب، البرامج دي بتحتاج ان هي تعرف رقم موبايلك، وبتحتاج ان هي تعرف موقعك وتعرف انت فين. فالفلاشه دي هتحميك من ان هي بتحط رقم غير رقمك الاصلي، والموقع بتاعك برضو موقع تاني خالص، كل حاجة بتبقى متغيرة حتى الاي بي بتاعك. وبرضو كل واحد فينا ليه حاجات هيستخدمها فيها. في ناس ممكن تستخدمها في كأداة للاختراق وتفتح مواقع الكراكات والحاجات التانية اللي ملناش احنا في الحاجات دي. فكل واحد ليه استخدام في الفلاشة دي عموما، مش كلنا هنستخدمها في نفس الحاجة. والفلاشة دي انت ممكن تستخدمها بطريقتين، هي ان انت تخزن عليها بياناتك الحساسة بعيد عن موبايلك او بعيد عن الكمبيوتر بتاعك، دي حاجة امان كده مع نفسها في نظام تاني، وتشغل عليها التطبيقات برضو والمحافظ بتاعة البنك، وتعمل من عليها تحويلاتك المالية وحسابات البنوك تفتحها عليها. ده اول خيار. تاني حاجة انت ممكن بقى تستخدمها تفتح عليها المواقع المشبوهة، الحاجات اللي انت مقلق منها، يعني انت بمزاجك انت بقى. وهنا نظام بلاج او اس مستحيل ان هم يتجسسوا عليك او ياخدوا اي بيانات من الفلاشة والكلام ده. الفلاشة هي حاجة ملكك انت اللي فاتحها على جهازك، هم ملهمش علاقة باي حاجة عليها. نيجي بقى لاهم نقطة في الفيديو كله، وهي رأيي انا في الفلاشة دي. الفلاشة كويسة والحاجات اللي بتقدمها مش موجودة في الموبايلات نفسها، ده غير ان انت ممكن تستخدمها على موبايل وعلى الكمبيوتر، وتقدر تستخدمها برضو على الايفون، وتقدر تستخدمها على الماك، تقدر تشغلها على كل الانظمة المتاحة
متاحة حاليًا، لكن مشكلتها الوحيدة السعر، يعني عايزة واحد تاجر ما علينا. كنت هاقول إيه يا رب، سعرها بالنسبة لي أنا كمحمود الصراحة سعرها عالي جدًا يعني. يعني في ناس اللي هي ممكن تقول لك طب وأنا أجيبها ليه؟ ما أنا أروح أجيب موبايل تاني وأخزّن عليه. هي مش للتخزين بس، هي ليها استخدامات تانية كتير وليها ناس معينة هتشتريها، فاهمين قصدي؟ يعني أنا أنت كمستخدم عادي وأنا مثلًا ممكن نقول إن إحنا هنستخدمها في التخزين، ما حدش هيجيب حاجة زي كده بالمبلغ ده عشان يخزّن عليها يعني، لكن هي ليها استخدامات كتير وليها اللي هيشتروها، الفئة اللي هتشتريها. بس أنا كمحمود بالنسبة لي المبلغ ده عالي جدًا، ممكن مستقبلًا يتغيّر يعني، لإن ده مبلغ يابا المهم اكتبوا لي في التعليقات قولوا لي هي تستاهل المبلغ ده والّا لأ، وبرضه قولوا لي رأيكم فيها. بس لو حد حابب يجرّب الفلاشة دي في حاجة معيّنة أنا هاجرّبها لكم، بس اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي أنتم حابين تجرّبوها في إيه. هتلاقوا روابط شراء الفلاشة دي في وصف الفيديو لو حد حابب إن هو يشوف معلومات عنها أكتر ويشتريها. وبرضه أنا عارف إن أنا ما جرّبتش كل حاجة في الحلقة دي، بس عشان الحلقة ما تبقاش طويلة جدًا هي فيها حاجات كتير، فاللي حابب يجرّب حاجة يكتبها في التعليقات وأنا إن شاء الله هاصور لها فيديوهات قصيرة يعني وانزلها واجرب الحاجات اللي انتوا هتطلبوها. كده وصلنا لنهاية الحلقة، اضغطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. سلام عليكم.